اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من رول موديل بودكاست. ضيف جديد ملهم جديد، ان شاء الله تستمتعوا معنا. الحقيقة حلقة النهاردة من الحلقات الغالية على قلبنا جدا، لأن احنا معانا ضيف بنحبه جدا وليه إضافات ونجاحات كبيرة في مجال العقارات بره مصر وجوه مصر. النهاردة معانا دكتور نور الدين السروجي، نسر العقارات. وعندنا حواديت كتير الحلقة دي، خلينا نبدأ بأول حدوتة وهي حدوتة نسر العقارات. اول حاجه انا مبسوط ان انا موجود معاكم. انا بتابع الكونتنت بتاعكم بقالي كتير بصراحه. شرفتنا. يعني ملهم دي كبيره عليا شويه، يعني شكرا كتر خيرك. وانتوا بتعبوا كتير قوي في الكونتنت بتاعكم في التحضير والتجهيز، وارجوكم استمروا عشان الكونتنت ده انتوا محتاجينه، يعني انه موجود في السوق العقاري. هي القصه كلها بمنتهى البساطه. انا راجل بسافر كتير، بتحرك اشوف اسواق كتير، بحب ان انا اشوف والله اسواق الخليج شكلها عامله ازاي مقارنه بالسوق المصري، اوروبا شكلها بتتحرك ازاي. طيب ده نتكلم على اوروبا الغربيه، طب ما تعالى نطلع اوروبا الشرقيه كده، نروح نتفرج على اذربيجان، نفهم ايه اللي بيحصل هناك. طيب نوصل نشوف السوق بولندي ايه اخباره. طيب جورجيا ايه موقفها من الموضوع. هو محمد العبار راح عمل مشروع في لاتفيا ليه؟ فهو هي مساله فضول. فيعني ارتبط الموضوع ده بكون ان انا الحمد لله مصري وافتخر، فالمصريين اقرب حاجه ليهم حورس، احنا نسور. فجت من هنا الحدوته يعني، بس بمنتهى البساطه. مع الوقت بدات ان انا مع الموضوع ده ابص اصلا لشخصيه النسر. هو النسر ليه شخصيه او ليه كاركتر، فانت لو جيت صنفته فهو ملك السماء. طيب دايما بنقول ايه؟ خلي عندك بيرد فيو، او خلي عندك بعد البيرد فيو ايه؟ ايجل اي، عشان تبص على تفاصيل معينه تفهمها. وده اصل الريل استيت لو جيت بصيت على اي ماستر بلان. السؤال هنا، حضرتك سيلز او اشتغلت كسيلز زينا زي كل السوق العقاري، ايه نقطة التحول اللي حولتك من سيلز وعندك طموح ان انت تبيع او تبقى ترقى او تمسك شركة او تبقى صاحب شركة، لفكرة ان انت تتوجه بره؟ يمكن ده احنا بنشوفه دلوقتي في بعض زمايلنا اللي بيبدأ ممكن ياخد خطوة ان هو لا انا عايز اسافر بره واقعد في دبي، وليه ما بيعش بالطريقة دي؟ وفي امثلة ناجحة جدا موجودة في السوق دلوقتي، وعلى السوشيال ميديا بنتكلم في بيع المنتجات كمان الغالية اللي موجودة في دبي، اغلبها مصريين. فازاي نقطة التحول ده بدأ ازاي؟ احكي لنا القصة بقى. يعني احنا قاعدين النهارده عايزين يعني صدقنا اللي احنا يعني ايه في وقت السفريات بتاعتك قدرنا نخطف يوم. يا حبيبي الله يعني احنا بندردش مع بعض، الناس بتوعتنا عايزين يسمعوا ايه القصة دي، ازاي بدأت، ايه النقط الملهمة بقى اللي حصلت حولت شخصية من شخصية شغالة في مجال العقارات او مهتمة بمجال العقارات لشخصية من اهم الشخصيات اللي موجودة بتمثل مصر بره. الله يخليك. طيب انا هجيب لك الموضوع من الاول خالص. انا في الاصل انا خريج حاسبات ومعلومات جامعه القاهره. التخصص بتاعي كان من التخصصات اللي مش متعرف عليها، اسمه دعم واتخاذ القرار. طبيعي انت عارف، هتشتغل اي تي، يا كمبيوتر ساينس، يا انفورميشن سيستم. ايه يا عم ده اتخاذ القرار ده بيعملوا ايه يعني دول؟ ما بياخدوش قرارات كمان، دول بيدعموها بس يعني. فالاستاذ الله يرحمه رحمه الله عليه محمد حسن رسمي، الراجل ده انتشلني. انا جيت في سنه تانية، انا سنه اولى كنت جايب جيد جدا. جيت سنه تانية شلت 5 مواد وجبت في ماده واحده A+ 98%. فهو كان رئيس القسم، فجابني مكتبه فقال لي يا ابني المنظر هعتمد النتيجه دي ازاي؟ ده جراف ما ينفعش. ده دخله العميد، انت في حد بيضايقك؟ في دكاتره مضطهدينك؟ قال لي اسمه صحيبي في مؤامره 5 دكاتره. فقلت له والله مش عاجباني المواد، انا بحب الماده ما بحبش دول. فبمنتهى العفويه الله يرحمه يعني قال لي لا الكلام ده هناك عند والدتك تعمل لك الاكل. قلت له مش عاجبني. انت هنا هتدرس اللي احنا بنقول لك عليه. ودي كانت اول نقطه، ان انا لا انا من حريتي بقى وانا في الجامعه اعمل اللي انا عايزه وبتاع. فهو رجع نزل الطموح ده. حبيبي انت لسه بتتعلم اصلا. على طول ده طحن الخواطر مش كسر الخواطر، طحني. فمن هنا قال لي بص انت هتعمل 1 2 3 4. وقتها احنا كان عندنا كريت اور سيستم. فقال لي بص انا عيني عليك، حطيتك في دماغي، وهتنزل سمر كورس وهتعمل. جيت في سنه ثالثه المفروض بنتخصص، لقيت هو اصلا غير الرغبه وحطها دعم واتخاذ قرار، انت هتخش القسم بتاعي. انا كنت حاطط اي تي وانفورميشن سيستم. فحسيت ان انا بعت نفسي للشيطان ولا ايه اللي حصل يعني. خلصت. بعد كده انتقلت لي الماركتينج.
ايام ما قبل السوشيال ميديا، زمن الطيبين، الاس ام اس كامبين والايميل ماركتنج والويب سايتس والحاجات دي كلها. واسست اول شركه انا و3 من اصدقائي عشان كنا بنعمل ويب سايتس بس. فضلت كان في بدايته برضه الويب سايت كان في بدايته. احنا عملنا ويب سايتس لما كان الويب سايت ب 6000 جنيه يا جماعه. ايام ياهو واطلب والحاجات دي كانت فعلا يعني المجال كان يعني ضيق جدا، مش مفيش حاجه، بس يعني كملت اشتغلت في اكتر من اندستري على اساس ان انا راجل ماركتير. بس في وسط ما انا ماركتير وفي وسط ما انا بدات بيزنس مع 2 من اعز الاصدقاء، هم اصدقاء عمر يعني، عمرو غانم ومحمد جمال. ومش ولاد اللي دلوقتي ما شاء الله عليهم قامات يعني في السعوديه، ومحمد جمال في CIB. فانا ببيع، بالظبط. انا عمال ابيع وبشتغل محاسب عشان بنطلع فواتير. فبدات افهم ان عشان يبقى عندك بيزنس، لا انت لازم تبقى ملم بالحاجات دي، ولازم تكون فاهم ضرايب وفاهم قانون على قد تاسيس شركات. مشيت لحد ما قابلت نقطه التحول الثالثه. هرجع لك للثانيه. نقطه التحول الثالثه في حياتي استاذ رحمه الله عليه، استاذ احمد مصطفى، اللي هو كان رئيس مجلس اداره شركه بروج العقاريه ورئيس مجلس اداره شركه بايونير، وكان هو اللي اسس جمعيه الوسطاء العقاريين في مصر. حلو. في الاصل اشتغلت معاه، فهمت الشغلانه بشكل كبير جدا. وهو كان من الاحتضان انه عرفني على اصدقاء عمره اللي هم استاذ احمد شفيق اللي هو حاليا رئيس جمعيه الوسطاء، واستاذ مروان طبجي، واستاذ سامح نوار. انا لو اقول لك انت بتقولي النهارده انت بقيت كده ازاي، الناس دي هي اللي ليها فضل عليا في ان هم علموني يعني ايه وساطه ويعني ايه تطوير. هم بدأوا وساطه من التسعينات، ويعني اقول لك ان هم في التسعينات كانوا بيبيعوا مشروعات في الغردقه. فتخيل انا ببيع لك تجاري في الغردقه في التسعينات. تمام. فهمت العقارات وشربتها منهم. كان دورك بياع وقتها صح؟ كان دوري وقتها لسه ماركتير، بجيب ليدز كتير. اوكي حلو. بدأنا نجيب ليدز مع بعض من 2015، ايام ما كان الليد بقى بنص دولار وبدولار، وكانت لسه يعني الامور طيبه. فقلت طب هو انا ليه، بما ان انا اوريدي معايا الارم اللي كل سيلز بيدوروا عليه، وانا بروح ابيع سيرفيس. ما هو في الاخر انا كوسيط او كبروكر انا بعمل انا سيرفيس بروفايدر، عندي برودكت نوليدج بشكل معين، والبرودكت نوليدج موجوده عندي من الماركتنج كامبين، فانا هبدا ابيع. فاتحركت في السكه دي. تعال بقى نقطه التحول الثانيه وهي الاهم والاخطر. انا طول عمري لحد اللقطه اللي هحكي لك عليها دي، اللي هي وفاه والدي رحمه الله عليه، كنت دايما بلعب دور الضحيه في اي مشكله تقابلني، وان المجتمع شرير وانا يا عيني انا السيء في الوقت احدهم. بالظبط. لا، وانا السيء وانا ما استاهلش ابقى السيء. تمام. يعني اي حد عنده اب لازم يروح يبوس راسه، لان بعد فقدانه انت بتحس ان انت ظهرك مكشوف مش بس مكسور. يعني هو اتكسر ظهرك اتكشف. بتواجه الدنيا لوحدك. وهي القصه بالنسبه لي كانت صعبه، لان انا اللي عرفت ان والدي توفى لما انا رحت البيت، وانا اللي اخدت اول واحد اخدت صدمه. يعني اخر مره اتكلمت فيها انا وبابا، هو قال لي فيها الجمله دي لحد النهارده هي كرباج على ظهري، وكان ما بيننا مشاده. يعني قال لي نفسي تعمل حاجه واحده خليني فخور بيك. وهو كشخص هو مهندس ستيل ستراكشر، كيرب الكويت، خريج هندسه عين شمس مقبره الغزاه، الزامل الحديث في السعوديه، ثم مدير للمشروعات التخصصيه في الزامل مصر، الرجل الثاني في الزامل. فبالنسبه له انا كنت شخص عشوائي. ما هو عمل قفل اللعبه بس والله مش ببالغ يعني. فهو بالنسبه له هو كان شايف كده من وجهه نظره يعني، وكان معترض جدا كمان على الكليه اللي انا دخلتها. لو انت ازاي ما دخلتش هندسه يعني. فدي نقطة من نقط التحول، ان انا لو فضلت عايش دور الضحية انا هنتهي. لان انا في فترة انا فوجئت ان انا لازم ابقى كبير عيلة، انت لازم تكبر فجأة فرضت عليك. فاول حاجة تؤديك للنجاح انك تبطل تقول اصل الظروف. يعني عاوز تنجح ما تلعبش دور الضحية وما تقوليش اصل الظروف. نرجع تاني للنقطة الثالثة، كانت احمد مصطفى الله يرحمه. وبعد كده بدأت ان انا انتشر بقى على اساس ان انا يلا انا هشتغل سيلز. قابلت احد برضو اصدقاء العمر، هيثم سليمان.
فهيثم وقتها كان في انجلترا، قلت له بقول لك يا هيثم احنا هنفتح شركه بروكر كده. قال لي مالك؟ قلت له نفتح شركه بروكر. ده كان سنه كام اصلا؟ الكلام ده كان في 2021. الكلمه الاشهر في 2024 افتح شركه بروكر. لا ما هو اصل احنا ما كناش حققنا تارجت واخدنا انسنتيف، فقمنا ماشيين مع بعض وبال100,000 اللي معانا فتحنا شركه بروكر. لا يلا نفتح شركه بروكر. انا كنت اتنفخت، انا اسست 8 شركات وفشل. يعني انا على مقاييس سيليكون اويسز انا انتربرنور بجد. فقال لي احنا، قلت له بص بقول لك ايه، في ماركت جاب، احنا عندنا نوليدج كويسه، بنعرف نشتغل اناليسز، وعندنا الليدز بتاعتنا، وعندنا الداتابيز من شركه بيبي لابس الموجوده شغاله، وعندنا ريليشن شيب رهيبه مع الماركت بقت موجوده مع رؤساء مجلس اداره شركات، فاهم قصدي؟ فالليفل اوف اوثوريتي هيبقى لطيف، بس مش عاوزين نعمل شركه وساطه بتاعه نوركو وهيسامكو. لا صح احنا عاوزين نجيب براند. فقال لي طيب خلاص ايه رايك، انا هو كان وقتها في لندن، هشوف 2 براندز نجيبهم من هناك. قلت له ولا حد هيعرف حاجه عنهم ولا حد هيسمع حاجه، وهنحتاج نصرف براندنج مرعب عشان نعرف الناس بينا. فقال لي نعمل ايه؟ قلت له بص استنى كده انا هعمل حاجه. دكتور مهند الواديه كنا اتعرفنا على بعض في اكتر من محفل، وبعد كده نشأ نوع من انواع الصداقه المبدئيه اللي انا بتشرف بيها، هو اخ عزيز وغالي يعني. فكلمته في التليفون، ايوه يا دكتور مهند ايه الاخبار، عامل ايه؟ بقول لك ايه، انا في فكره كده في دماغي، احنا عاوزين ناخد العلامه بتاعه هاربر ريل استيت لمصر، وفي تكامل ما بيننا، المصريين بيحبوا يشتروا في الامارات، وطبيعي ان كل الناس في الامارات بتحب مصر. قال لي فكره لطيفه جدا، تعالى هنجيب باشمهندس سامح الواديه معانا في ميتنج عشان خاطر نبدا نشوف ايه الاخبار. عملنا الميتنج، توكلنا على الله، MOUs خلص شهر 9 كنا موجودين انا واستاذ عمرو يوسف الدايركتور اوف سيلز واستاذه رانيا سعد السيلز مانجر في دبي، عشان بنبدا ناخد التريننجز بتاعتنا. فانت متخيل على فكره الاسمين اللي انا بتكلم عليهم دول يعتبروا من الرعيل الثاني في البروكرج والديفلوبمنت، بس رايحين لسه بيتدربوا. انا راجل الشيب خط في شعري بس لسه رايح اتدرب، فما تتكسفش انك بتتعلم وتتدرب يعني. نقطه مهمه جدا. خلصنا الكلام ده كله، اخدنا النوليدج، بعد كده رجعنا بدانا ان احنا نطبق، وبعد كده قلنا احنا عاوزين نعمل اكسبانشن في الجزء بتاع البروبرتي مانجمنت، لان الكونسبت بتاع البروبرتي مانجمنت في مصر جديد وما بيتعملش بالشكل المطلوب. وطبعا اشهر شركتين كانوا بيعملوه JLL وسافيل، الباقي كله بيشتغل فاسيلتي مانجمنت يعني. فطبعا هنخترع العجله؟ لا، احنا لو في تحت ايدينا مشروع ادمن وكوميرشال هنروح ناخد البايبل بتاع ماجد الفطيم صحيح، ونشوف ازاي نقدر ان احنا نمصره على اساس ان احنا نشتغل عليه، زائد المجموعه الخبرات المتراكمه في هاربر نفسها. يعني اخر حاجه دلوقتي هاربر الامارات بتديرها هي الصكوك الوطنيه، الناشونال بونز، تمام، والاوقاف كمان، العقارات الخاصه بالاوقاف في اماره دبي. ونبدا ان احنا نتحرك بالمنطلق ده. تقول لي ايه الازمه اللي قابلتك؟ مش لاقي حد عينه اصلا. ما دي حاجه دي هنجيلها اصلا النقطه دي، لان نقطه مهمه جدا. لا لاقي حد عينه ولا هو بيجي انترفيوز بس ده حقيقي. ويقعدوا يعيطوا على السوسايتي ويقول لك اصل احنا مش لاقيين حد يكلمنا وبياخدوا من الناس سيفات وما بيكلموناش. طب بيضه ولا فرخه؟ طب هل ده عشان ما كانش في حد فاهم الكونسبت اللي انتوا عايزين تعملوه، ولا تقصير في حجم؟ هو ما فيش تقصير في حاجه، هو الفكره كلها ان انت بتطلع الكامبين بتاعتك، بيجي لك 70,000 CV تكلمهم، تاخد مواعيد. النهارده عندنا 10 انترفيوز، يجي لك الواحد تديله جوب اوفر، يختفي يروح في الوبا، يجي بعد شهر ونص يقول لك انتوا كنتوا مديني جوب اوفر. ايه؟ ما هو لازم ترد على الموضوع. انا اصلا وانا بنقل لشركه تاني، فناس طبعا يعني هم اظنهم فيا ان انا ممكن اساعد، فتبعت لي مثلا اراوند 15 CV ولا حاجه. حلو. فبصيت عليهم يعني مأساة. فكنت بكتب بوست اصلا على الموضوع ده الايام دي، فكره السيفيهات برضو في حاجات كده برضو لازم نجيلها، لانه بيشوفوا انه ده الكارت اصلا
اللي يخلي الاتش ار يكلمني. فبصيت على السيفيات CV. فاضيه كلها كاتبين بس جوب تايتلز جوب تايتل. ما انا هقول لك، انت طول ما انت ما بتبذلش مجهود في الطبخه بتاعتك صح. عمرك ما هتلاقي اللي ياكلها حلو. بما معناه خلونا نتكلم على كونسبت حلو قوي. حلو التعبير ده. ال- احنا متعودين او حافظين او تربينا على ايه؟ بي تو جي، بي تو بي، بي تو سي، بزنس تو جفرمنت، بزنس تو بزنس، بزنس تو كاستمر، صح؟ روبن شارما، ولا مش متذكر اسمه، الراجل السي او بتاع مايبخ، كان عامل سيمينار قال لك ارموا كل الكلام ده بقى على جنب، ان احنا بنشتغل هيومن تو هيومن. جميل جميل جدا. يا عم انت بتقول ايه؟ قال لك ما هو لو النهارده انا بيزنس وحضرتك المسؤول الحكومي، حلو. انت لو ما اشتريتنيش مش هتاخد البرودكت بتاعي. بالظبط. القاعده الاولى. طيب القاعده الثانيه، لو انت عمرك اشتريت منتج من حد بتحبوش؟ لا طبعا. بس فهي هيومن تو هيومن. تعال ناخد الكلام ده ونطبقه على العقارات. هو انت بتبيع عقارات؟ لا انت بتبيع نفسك قبل العقارات، نفس لازم السيلز يشتغل نفسه. ادي ده اول حاجه. الحاجه الثانيه، انت بتبيع اسلوب حياه لبني ادم. صحيح، لبني ادم، صح. هي فعلا اتحولت دلوقتي اسلوب حياه مش فاسيلتي زي طبعا، يعني هي بتبيع انت هتشوف ايه، هتعيش ازاي. حلو قوي. يعني انت بياع ايه؟ لو في الاوف بلان انت بياع احلام. بالظبط. انت عمال تقول لي انت ان شاء الله كمان 4 سنين هتاخد ده، وباذن الله كمان 4 سنين هتعمل الكابيتال ابريشيشن ده. طب انا ايش ضمنك ان انا هعيش ال4 سنين الجايين دول؟ بس انت بتبيع لي حلم معين، فعشان اشتري منك الحلم ده لا ينفع تبقى بي ولا جي ولا سي، هي اتش. انت محتاج حتى بياع العربيات، حط البرودكت بقى اللي انت عاوزه، هي الاتش تو اتش. خلاص احنا يا جماعه حاجات كتير قوي بتتغير في 2025، فما ينفعش تفضل انت ماشي على قواعد البيزنس القديمه، لان فعلا بقى في حاجه اسمها اقتصاد قديم واقتصاد جديد، وقواعد بيزنس قديمه وقواعد بيزنس جديد، وماركتنج جديد وقديم وسيلز جديد وقديم، صح. بالظبط. فانا نفسي حد من هذا المنبر يجاوبني الفرق ولا انتوا فين؟ تمام. طيب الحاجه الوحيده اللي استنتجتها، والديفلوبرز ارجوكم ما تزعلوش مني، ان السيلز بقى بيستسهل انه يشتغل عند الديفلوبر، لان السيلز بتاع البروكر لو هو فعلا سيلز بروكر ده بيبقى عظمه ناشفه، لانه بيذاكر كميه مشاريع اكبر، صحيح. الريجكشن عنده اعلى، حجم المعلومات المفروض يبقى عنده عالي جدا جدا، لانه بيشتغل على السوق كله. والفرهده ده المفروض. ما انا قلت لك المفروض، ده المفروض. خلي بالك من ده، انا قلت لك ده المفروض. هل الناس عزفت عن ده؟ ما اعرفش. المشكله بقى في حاجه تانية خالص. عايزين احنا نتكلم اتش تو اتش. انا احترمت حضرتك وجيت في ميعادي، وحضرتك احترمتني وجيت في ميعادك، صح؟ ده اللي حصل النهارده. حصل. انتوا ناس محترمه تشتغلوا فوق الراس. طيب لما انت تيجي حضرتك تبعت السي في بتاعك عشان تقدم على وظيفه، ده معناه ان انت محتاجني، وانا نزلت اعلان لاني محتاجك، وحضرتك تكرمت وضعت من وقتك وجيت انترفيو، او اخدت الميعاد وما جيتش وما اعتذرتش. ده نسميه ايه بقى؟ احنا فقدنا البيزنس اثكس خالص. اخلاقيات المهنه في المطلق بغض النظر ما بقتش موجوده. طب خد بقى الكارثه الثانيه، رقمكم جه غلط، وقع في داتابيز بتاعت ناس بتعمل اورينتيشنز. حدوته برضو ثانيه واحده بقى انا عايزك تحكي لي ايه اغرب موقف اورينتيشن او سيلز ديفلوبر كلمك وقال لك انا عايز اعمل اورينتيشن. طيب بصوا يا جماعه، الحاجات اللي انا هقولها دي بما ان انت معانا على الجروبات بقى، دي مؤرشفه عندي. يعني اللي عاوز يفاليديت القصه دي عينيا، انا معايا الايفيدنس بتاعها. فهنتخيل ان حضرتك نور السروجي وانا البنوته اللي من سيلز اللي عاوز اعمل معاك جروب. هذا الكلام تحت مسؤوليه الدكتور. وانا عندي الادله بتاعته، الادله عندي. هنعمل البدايه. الو، ايوه يا فندم، انا دايما طبيعي. ايوه يا فندم. نور بقول لك ايه. نعم اصلا. فدي البدايه. نور بقول لك ايه، انتوا عاملين جروب معانا؟ طب انت مش قدمي نفسك؟ معلش بعد اذن حضرتك ممكن تقولي لي مين؟ انا مش فاهم حاجه. انا كذا. لا ما هو حضرتك مش مونيكا بلوتشي عشان لما تقولي لي انا مونيكا بلوتشي اعرفك. فيعني الموضوع بالنسبه لي صعب يعني. فايوه يا فندم، حضرتك من شركه ايه؟ انا من شركه كذا. طيب بعد اذنك يا فندم، حضرتك عاوزه ايه؟ احنا عاوزين نيجي نعمل اورينتيشن وبتاع، وعندنا لونش جديد ونكسر.
انا نفسي افهم مين اللي ربط العقارات بتكسير الدنيا. احنا بنبني مش بنكسر. فدي اكتر. بص انا عندي مشكلتين، نكسر واميز. طب يا فندم احنا عشان نكسر الدنيا بس هستأذنك هدي رقم حضرتك للسيلز ادمن تكلمك، او هبعت لك رقم السيلز ادمن وحضرتك تكلميها. طب تمام اديهوني انا معاك. ما انا يا فندم انا اسف انا سايق. ما هو ده ظلم برضه للسيلز. هو مطلوب منه يعمل اورينتيشن، ولا عملش اورينتيشن المدير هيقول له عملش اورينتيشن. انا عناية الاثنين يعمل اورينتيشن، بس لو سمحت مديره تمام يعلمه ازاي يعمل ايس بريكنج، لان دي مش ايس بريكنج. ده هو كنا عميل بالظبط، المفروض تبيع لكن عميل. لا وانا لو عميل وانت بتكلميني بالطريقه دي ده انا هاجي لك الشركه عشان بس يعني اعمل حاجه واحده وامشي. فهو راحت في الاسكس بتاعت فكره ان ازاي اطلب. بص ده انا بسميه سوري مش ادب، ده تربيه بقى. هو راحت فين كلمه حضرتك وبعد اذنك ولو سمحت، وهل مناسب الوقت اللي بكلم حضرتك فيه اصلا؟ انت مين اداكي مساحه في يوم انك تكلميني فجاه اوت اوف ذا بلو من غير ما تقولي لي هو انا مناسب الوقت بكلم حضرتك فيه ولا لا؟ اللي هي كانت اساسيات الكولد كولينج يا جماعه. والكولد كولينج مش وحش، عشان برضو في احد الاخواننا على الجروبس الكولد كولينج ده اللي قامت عليه البورصه بتاعت وول ستريت. ناس كانت بتيجي تمسك الداتا بوكلتس بتاعت امريكا تك 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 ويتصلوا، بس كانوا عارفين يتكلموا ازاي. ده برضه هيجرنا لفكره نترا دلوقتي. ان دلوقتي انت بقيت كرقم شغال في ريل استيت في اي شركه مسوق عقاري او ديفلوبر، بقى رقمك بيروح للكلاينت على انك في نترا، ده ماركتنج. فانت شايف الحته دي مفيده للبروكرج وللديفلوبر، ولا هتوقف يعني هي هتفلتر السوق، هي هتخرج كل الميكي ماوسز. لان انت في 2025 ما ينفعش تفضل شغال بنظريات البوش، لازم تشتغل بول. صيد الجر هيجيب معاك. يعني ايه بقى الطلاسم اللي انا بقولها دي؟ انا اذكر في 2023 رحت قلت للتيم بعد اذنكم انتوا لازم تشتغلوا على كونتنت، لازم تروح تصور كونتنت في مشروعات، تصور كونتنت في مكان معين عشان تبدا تكريت اودينس معين هو اللي يبعت لك، يبقى هو اللي عايزك. انا ما اخترعتش العجله. يمنع منعا باتا الكولد كولينج في اماره دبي، واذا اشتكى عليك العميل الغرامه 50,000 درهم على المكالمه الواحده الغلط. فبناء عليه الناس راح تعمل ايه؟ تجتهد في كونتنت عشان هو اللي يكلمك. شكرا. طب ما انت كده برضه ما فيش كولد كول. انا هنا ما انا بقول لك بص، انت كولد كول لما الناس اساءت استخدامه اتمنع عشان اساءت استخدامه، بس عشان انت اساءت استخدامه. طيب النهارده لو انا الولد الشاب المجتهد او البنت المجتهده اللي وانت ماشي في المول بديك الورق المعطر او بعزم عليك بالمكسرات، حضرتك بتعمل ايه؟ بتقوم عامل لابس عباءه الاختفاء وماشي وهي في بعد تاني اصلا انت مش سامعه. او لو هتقول والله ده هو شغال سيلز برضه بس اختلف المنتج، فشكرا من باب جبر الخواطر. ليه؟ لانه هو بيزق حضرتك انك تشتري منتج هو ما عرفش انت محتاجه ولا لا. ده حقيقي. طيب تخيل بقى ان النهارده حضرتك رايح معرض سيارات عشان تشتري عربيه، السيلز بيرسون اللي موجود بقت مهمته اسهل. انت اللي رايح. شكرا. فهو ده اللي المفروض ان الناس تبدا تعمله. لان انا هعرف منين ان حضرتك اوبينيون ليدر، او ان انت عندك معلومه او تقدر تفيدني، او ان انت اصلا تستاهل يتقال عليك بروبرتي كونسلتنت او مستشار عقاري. طب يعني انا افهم من كده ان طبيعه المنتج وقوه الشركه بتسهل وظيفه السيلز مان في البيع. هنا هنيجي بقى للسؤال، بما ان حضرتك موجود في دولتين مختلفتين بشوف هنا بشوف هنا، هل البيعه بتاعت الريل استيت في مصر هي نفس البيعه الريل استيت في دبي؟ لو انا دلوقتي عايز اروح اشتغل في دبي، هل شطارتي وانا شاطر راجل شاطر وبطلع توب اتشيفر وبكسر الدنيا زي ما بيقولوا، هل بالتبعيه لما هروح دبي برضه هكسر الدنيا، ولا لازم يبقى عندي يعني اسكس زي ما تقول وعندي اويرنس بمعلومات تانية وقدرات تانية عشان اقدر ابيع المنتج ده؟ فالناس حابه تطمن برضه، هل ده سهل؟ وهل ده انت بتشجعه الناس تطلع تشتغل في دبي، ولا ده خلاص؟ انا بشوف دلوقتي في شركات بروكر بدات تحول شغلها اصلا لدبي. يعني ده شايف انه حاجه كويسه مش حاجه وحشه. ان انت عشان احنا لسه طبعا هنخش تصدير العقار وهنتكلم عن تصدير العقار، بس انا بتكلم على ما يهم دلوقتي المستمع بتاعي. انا اغلب الناس اللي معانا سيلز، فمحتاج
انا هدفنا ان احنا نطور الناس، ندي معلومه مهمه للناس. بما ان حضرتك سافرت وجربت وشفت، بتدي نصيحه ايه للسيلز بتاع مصر يعملوا عشان يبقى هو نفس الكواليتي بتاع اللي بيبيع بره، وفي نفس الوقت ايه الحاجات اللي ياخد بها يعني باله عشان يقدر لما يطلع بره يقدر يبيع ويغير حاجات كتير في حياته؟ هاخد السؤال من اوله. هل السوق زي السوق؟ لا. الاسواق لما بتيجي تتكلم عليها من ناحيه العقارات، اول حاجه لازم تشوف اللوكال سبلاي اند ديماند. مصر فيها 140 مليون شخص مقيم داخلها. لو انت استهدفت 1% منهم هتبيع المشروع. تمام. استهلاك السوق الاجنبي انه يستثمر عندك تقريبا على ما اذكر اخر تقرير لا يتعدى 20%، وانا 20% دي ببالغ فيها. انا اذكر ده كان رقم كان قاله باشمهندس هشام سكري، وهو المنوط بملف تصدير العقار في مجلس التصدير العقاري يعني، وقامه كبيره يعني. طيب تعال نروح بقى نشوف هل دبي بتعتمد على المواطن اللي بيشتري؟ هو تعداد السكان ضعيف، فبناء عليه انت بتعتمد على الاجنبي اللي بيجي يمتلك عندك. ده اول اختلاف. ماشي. طيب الاختلاف الثاني هو الاسواق العقاريه فيها نوعين، في سوق ناضج وسوق محوكم. الاسواق الناضجه هي الاسواق اللي وصلت الاسعار فيها لاستقرار معين بحد ادنى وحد اقصى في مناطق معينه وفي مدن معينه. لو جينا اتكلمنا عن السوق الامريكي، السوق الامريكي دلوقتي فامباير عمره 150 سنه مثلا. انت حضرتك انت النهارده وانت ماشي في منهاتن، انت عارف ان الوان بدروم او الاستوديو سعر المتر فيها تراوح من الى. وحضرتك مثلا في اوكسفورد ستريت، ولا انت في برمنهام، ولا انت في تشيلسي، هتلاقي نفس الموضوع واضح. ليه؟ دي اسواق ناضجه وصلت لمراحل معينه فئات سعريه. نفس القصه هتلاقيها في بافاريا، هتلاقي في باريس، في نيس، كل الامور دي. طب تعالى بقى ناخد الشق الثاني، الحوكمه، قواعد والقوانين الخاصه اصلا بالعقار. هتلاقي ان حضرتك النهارده عشان تشتغل كوسيط عقاري في امريكا هتدرس 2 على ما اذكر، وتمارس مهنه 6 شهور كده تحصل على الرخصه، ونص دراستك ليجل وفاينانسنج. لان السوق الامريكي معتمد على المورجج مش على الكاش بايرز. حاليا بقى السوق في ميامي في كاش بايرز، بس هو معتمد على التمويلات العقاريه. عشان كده لما القطاع المصرفي في امريكا بينهار بتلاقي ايه؟ السوق العقاري بيروح 60 ده. بريطانيا نفس الشيء، لازم تشتري مع السلستر، ده ما يحاكي المحامي. ده اللي ما قلت قبل كده، فكره الفقاعه العقاريه اللي حصل ان هو بالظبط. تعالى بقى ناخد دبي او الامارات اجمالا، لان خلاص الامارات سوق شاب. لو الاتحاد اتاسس من 54 سنه، فخلينا نقول ان السوق العقاري عمره 34 سنه. فكون انه سوق شاب مش حاجه وحشه، ده اداله مرونه انه يقدر يواكب في التشريعات بتاعته احتياجات الاقتصاد الجديد. حلو. طيب نيجي نتكلم عن الحوكمه. عنده حوكمه وبنيه تشريعيه عنيفه بقت موجوده من بعد ازمه 2008. فانت النهارده كمطور لازم تمتلك الارض بالكامل، لازم تفتح اسكرو اكاونت، لازم تبقى مسجل المشروع عشان ايه؟ يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدا نشتغل. فانت النهارده انت مطمني كمستثمر. تعال نتكلم على حاجه تانية، التاكسيشن. انت ما عندكش انكم تاكس على العوائد العقاريه بتاعتك. انت النهارده العقار ده بتاجره ب 100,000، بتاخد ال 100,000 في جيبك وشكرا. وده اللي ضربوا بيه اوروبا كلها في سويداء القلب. تعال بقى ناخد مصر. يلا بينا. السوق المصري هو سوق قديم جدا، عريق جدا، غير ناضج. ليه؟ لانه مازال بيتحكم فيه العرض والطلب بتاع هوى البائع والمشتري. تعال النهارده هتاخد في نفس الشارع هتلاقي في واحد كيفه يبيع الشقه ب 2 مليون، وواحد تاني عاوز يبيعها ب1.5 مليون، وواحد تالت عاوز يبيعها ب4.5. ابني وانا متمنه كده. طب يا باشا ما هو ده ما ينفعش. تمام. دي اول نقطه. طيب تعال نروح بقى للطفرات. السوق الاقوى والاكثر عائد على مستوى العالم الساحل الشمالي. يعني ايه انا في 5 شهور اعمل ROI 30% 40%؟ والROI ده خليني عشان اوضحها هنقسم. انا هكلمك على الROI اللي هو اليلد، العائد بتاع الايجار، ريتيرن اون انفستمنت على الايجار فقط. ما بكلمكش على كابيتال ابريشيشن، معدل زياده راس المال، اللي انت لو اشتريت النهارده بيت في الساحل في 2021 هتبقى لحد 2023 عملت زياده 40% من قيمه العقار. يعني لو هتكلمني على ديفالويشن وارتفاع مواد بناء وتضخم، هياكل كام؟ يعني هياكل 35%. حضرتك عملت ابريشيشن 5%. طبعا. فده سوق طفره. حلو. طيب
نيجي بقى للقوانين والتشريعات. في كلمه انا قلتها في الراوند تيبل بتاعت انفستيجيت واتفقت فيها جدا مع باشمهندس فتح الله فوزي، وهي موجوده في الريكورد بتاع السيشن بتاع انفستيجيت. هو من الواضح ان في ناس منتفعه في مصر من عدم حوكمه وتقنين السوق العقاري بالشكل الكافي. من العشوائيه اللي موجوده. ففي منتفعين من العشوائيه. اكيد طبعا. الكلام ده هيزعل ناس بس انا عادي، اللي يزعل. دي كلمه امام الله. طب ليه ده؟ لان ليه انت مصر تخترع العجله؟ انا عندي بيست براكتس موجوده وعلى فكره في مذكرات تفاهم موجوده ما بين جهات معينه عشان تطبق البيست براكتس دي. فيلا طبق حساب الضمان مثلا، خصوصا ان البيست براكتس دي في بلاد عربيه، يعني سهل ان انت بص يعني ما تقدرش برضو بص هي مش بالسهوله دي قوي، وده انا قلت اكتر من مره. طبقوا على الاقل في العاصمه الاداريه عشان يبقى بايلوت صغير. ليه؟ احنا دوله عريقه قوي، انا 7000 سنه وعندي قوانين موجوده وكان عندي ملكيه وانتقلت من ملكيه لجمهوريه، فما ينفعش مقارنه ظالمه. صحيح. بس في نفس الوقت اقدر ان انا اتحرك ناحيه قوانين وتشريعات تجذب لي المستثمر. يعني انا اسف، هو انا النهارده، هو حضراتكم مثلا نفترض ان انتوا بروكرز النهارده وانا كلاينت، هقول لحضرتك هو المطور ده هيبني ولا مش هيبني؟ هتلاقي الاجابه الاشهر ده عنده ملاءه ماليه. هو انا جبت كشف حسابه في البنك؟ وبعدين ما اللي عنده ملاءه ماليه ممكن يتعثر. بس انا لو الدوله النهارده بتضمن لي ان في حساب ضمان عليه جهه رقابيه، مؤسسه تنظيم عقاري تابعه لوزاره الاسكان او ايا كان نوع المنشاه دي، والفلوس دي المطور ما يقدرش يلمسها ومرتبطه بنسبه الانجاز في الانشاءات، وانا هطمن. اصلا في حالة لو ثبت له اسعار الخامات. بص، تثبيت اسعار الخامات برضه من دبي ومصر، ان المطور في دبي عارف ان هو هيشتري ايه، مفيش زيادات بتحصل عليه. لا على فكره في زيادات بتحصل مش عنيفه، بس في زيادات في ارتفاعات في مواد البناء، التضخم بيأثر. ما هو حضرتك ما تبقاش كنت طارح المشروع المتر ب 16000 وبلاطه البلاطه نفسها بتكلفك 32000 وتقول لي اصل ده اللونش عشان احنا كان عندنا سوبر سي اي او ولا سوري سي سي او. يعني ما تخلينيش بقى اتكلم في كلام هيزعل الناس مني. دراسات الجدوى بقى اللي مخيشه بقى، يعني ما انت فهي طول عمرها على البي ان ال لازم تفضل منور احمر. المطور ما درسش كويس، مش دارس هو بيعمل ايه. هو معلش انت في مشكله عندك، انت مطور ما درسش كويس. في عندك ناس انت رقيتهم بسرعه قوي، تايتلز خطيره. اتخذ قرار بقى. معلش، هو النهارده ايه اللي في حاجه في الدنيا بتقول ان حضرتك تديني خصم على الكاش 50% واعلى فايده في البنك موجوده كانت 20%. يعني الام بي في معدل النت بريزنت فاليو بتقول ان انت المفروض تديني خصم على الكاش اعلى من البنك. حلو، بس ما تدينيش اعلى منه ب 30%. ما انت بتضرب الكاش فلو بتاعك. ما هو انا عندي عماره فيها 10 شقق، حضرتك عملت لي خصم على 5 شقق 50% والشقه كانت بمليون، يبقى حضرتك النهارده كان المفروض تاخد 5 مليون، اخدت 2.5، بقى عندك عجز 2.5. صح؟ هتجيبهم منين من جيبك؟ مستحيل. هتاخد ال 2.5 مليون دول تزودهم على ال5 شقق اللي تحت، بقى سعرهم ايه؟ انفليتد. مبروك عليك، البضاعه دي قاعده. وانا لو جيت اعمل ريسيل فاتخنقت. هنرجع للمقارنه ما بين المطور في مصر والمطور في دبي، لان المطور في مصر مظلوم بصراحه في حته هنتكلم عليها. خلينا برضو الحته بقى بتاعه السؤال بتاع السيلز، يعني ايوه السيلز بتاع مصر ده علشان يبقى كواليفايد اللي هناك ممكن يعمل ايه؟ ولو سؤال بقى لو هو شاطر هنا، لو طلع هناك هيبقى شاطر ولا محتاج ايه؟ السيلز المصري بالفطره شاطر وقوي. شهاده حد لا السيلز المصري شاطر. لا ده انت لازم تبقى فخور بده وبيتعمل لك حساب. مصيبتك الفهلوه، هتحاول تشغل مخك وتحط التاتش بتاعك، هتاكل على وشك. التاتش المصري محدش هيسمي عليك. فعاوز تبقى ناجح بره مصر، عايز ابسطها لك، لازم تبقى بعقليه محمد صلاح. اظن مفيش ابسط من كده. يعني هتعمل ايه؟ حضرتك لو عاوز تشتغل في سوق انترناشونال وما بتعرفش انجليزي، ذاكر الاول بعد كده سافر. رقم 1 صح. دي اول حاجه. صح. لغه، لان حضرتك هناك انت عندك فوق ال 200 جنسيه. انت ممكن ابسط حاجه ممكن تعملها وانت رايح تتعامل مع كلاينت هناك، ودي احد التكنيكس بصراحه اللي حسيت انها بتعمل ايس بريكنج كويس. نفترض النهارده انا هقابل كلاينت فرنساوي، ذاكر سطر ونص كده على جوجل ترانسليت
مقدمه بالفرنساوي لطيفه، يعني يقول له بيانفينيو حتى اي حاجه يعني تمام. كلاينت اسباني، كلاينت الماني، وهو كلاينت الالماني سوري لغه صعبه دفشه قوي يعني، فاقول له دانكشن يا عم شكرا. اعمل اي حاجه عشان تقربك، لان البايرز اللي هناك ما هم مين؟ ما هم هنود، وبعد كده هتلاقي عندك الباكستانيين، هتلاقي بعد كده عندك الايرانيين، هتلاقي يعني at some point انا اضطريت ان انا اذاكر فارسي بس عشان خاطر اعمل ايس بريكنج حلو، عشان يبقى فيه لغه تواصل اصلا يعني. فادي ده اللغه. هناك في حاجه اسمها مؤشر الشفافيه، فحضرتك حابب تعرف سعر القدم او سعر الوحده او الايجار في منطقه معينه، هتخش على منصه اسمها DXB انتراكت معتمده من دائره تبادل الاملاك. فانا لازم ادرس سعر تحرك سعر القدم، العرض والطلب، كل الارقام دي قدامك. واحنا في عصر لو ما بتبيعش بالديتا مش هتعرف تبيع عقار، هتبقى زيك زي السمسار او الدلال زمان. لكن عشان النهارده تيجي تقول لي انا هدير محافظ عقاريه او انا هستثمر، او يعني مثال اشهر بديه بتكلمه في الكورسز، بقول له ايه لو معاك النهارده 5 مليون درهم، 5 مليون درهم قول 50 مليون جنيه تمام كاش، اروح النهارده اشتري بيهم فيلا في الساحل مره واحده ولا اعمل ايه؟ فكله بيقول لك ضربه واحده اخلص، ضربه مرزبه ولا ايوه بس يا باشا انا لما عملت ده انا كسبت مره واحده بس، انا كبروكر اخدت عموله 3%. بس لو انا عملت لك بقى دايفرسفايد بورتفوليو ومحفظه عقاريه بقى كويس، فبنيجي مثلا تعالى نرجع تاني للدرهم، فبعمل ايه؟ باخد 2.5 مليون اجيب له بيها بروبرتي بتجيب عائد معين، وبعمل خطه على 3 سنين فبتجيب له مثلا 5% في السنه عائد ايجاري، يبقى 15% في الثلاث سنين، ومعدل زياده راس المال بيبقى من 5 ل 10%، احسب بس كده السيناريو 10% يبقى 30% بعد 3 سنين. ادي دي واحده، ده عقار جاهز عشان ايه؟ يحط فلوس ياخد فلوس تمام. الثانيه هقوم رايح واخد 1.5 مليون هشتري بيهم عقارين كل واحد فيهم ب1.5 مليون، انا ب1.5 مليون جبت فاليو بتاع 3 مليون، 750,000 هنا و750,000 هنا، يعني دفعت 50%، يعني مش هدفع اقساط لمده 3 سنين، والعقارات بتابريشيت بالظبط. وهاخد بقى المليون اللي فاضل هحطه في البنك وديعه ب 4.5%، دي الفايده هناك 4.5 عشان انا ضامن العمله موجوده، عشان يبقى الراجل ده عنده سيوله بعد 3 سنين يعرف يتحرك منها، وقوم جاي عامل فليب لواحده من اللي تسلمه تسد الاثنين التانيين. خد ده حطه على اكسل شيت، هو ده يا باشا البيع والشراء هناك. لكن جو بقى ده الناس في دبي بتبيع بمكالمه التليفون، يا حبيبي بنعمل الكلام ده بس لما يبقى معايا كلاينت كسبته 6 7 8 مرات، الثقه تكتسب لا تمنح. لما تبقى مذاكر ومعاك داتا اصلا تتحرك عليه. اسمع زمايلي الموجودين في دبي في بعض الشركات وبعض السيلز، هو عشان انت اصلا كعميل تعرف اي معلومه عن المشروع لازم الاول بتروح وبتقدم البورتفوليو بتاعتك وبتشوف هو في بروسيجر، انت في بروسيجر اصلا، انت في عندك لقطه تانية خالص. انت مش هينفع تشتغل وانت ما معكش ريرا كارد اللي هي الرخصه، وانت قبل الرخصه دي حضرتك بتيجي تنورنا في معهد انوفيشن اكسبرتس اللي انا بتشرف انا بدرس فيه ومعتمد دائره تبادل الاملاك، تيجي تاخد معايا كورس 3 ايام، بعد كده تمتحن امتحان تجريبي، بعد كده تمتحن الامتحان بتاع الريرا. لما تعدي منه مبروك عليك، احنا اعتبرناك وسيط عقاري. ايه من الحاجات اللي مش موجوده يعني؟ مش موجود. الحاجه الثالثه انت لازم تكون بتاع شقه، وبتاع شقه دي معناها ان انت فكرك وعقليتك زي ما قلت لك تاني تكون زي محمد صلاح كده، بتصحى كل يوم بتتدرب، ترجع تاكل وتنام وتتدرب. رابع حاجه وهي الاهم قبل كل دول، لازم تكون عندك قناعه ان في رزق يطلبك ورزق تطلبه، فالرزق اللي بيطلبك هيدركك كما يدركك الموت، والرزق الذي تطلبه لازم تسعى له سعي الضواري في البريه. حلو جدا ممتاز. دي اهم حاجه عشان تعرف تكمل، لان انت هتعمل اول كلوجر ليك في دبي ان شاء الله باذن الله بعد 6 شهور. وخلي بالك من حاجه تانية، لازم تبقى فاهم على السالري اللي انت رايح عليها، انت بتاخد كوميشن 50%، بس على ما تقفل انت بتاخد لك سالري 2000 و3000 درهم. ما انت بتتعب وبتشقى وتكلم العميل ثم ياتيك الكاش باك. حلو قوي. طيب هياتيك الكاش باك، والكاش باك ده بدعه في دبي. الكاش باك ده موجود في كل الاسواق وموجود هنا. كلمنا بقى عن حدوته الكاش باك. ايوه ده اللي كده، قول لي بقى الكاش باك ده ايه؟ في احد المرات في سنه من السنين دخل كلاينت محترم
كان هيشتري عند مطور كان بيدي كوميشن 7%. ده هنا في مصر ولا بره؟ هنا في مصر. طيب حلو. كنت انا موجود هنا وقتها في المكتب، فبيدخلوا الراجل عشان الراجل كان هيشتري بحاجه برقم وقتها يعني. الراجل دخل قعد، تعرف طبعا طبعنا، رمى الساعه رمى علبه السجاير ورمى المفاتيح بتاعت العربيه والاربع موبايلات. فانا فاهم الدخله دي، ماشي اوكي تمام. انا تمام اهو، حضرتك اللي معاه فلوس ما بيتكلمش في فلوس اصلا، بس مش مشكله. فبعد النفخه الكدابه دي كلها بقى، وانا هاخد منكم 4% اصلا. فقلت له 4% اللي حضرتك هتاخدها ليه؟ حضرتك هتشتري يعني ايه هتاخد؟ قال لي لا، ما انتوا تدوني كاش باك، انا معروض عليا حد هيديني 3% لو خلصت معاه، فانتوا تدوني 4. فقلت له على السن العموله كام؟ قال لي 7. هو عارف. فقلت له طب كويس ان حضرتك كويس ان حضرتك عارف يعني. فقال لي يا اما الحل التاني انا اروح على فكره اعمل لي ورق شركه وبتاع، بس انا مكسل. قلت له مش هطلع بره اعمل ورق شركه، لقناعتي بان السيلز مانجر استاذه رانيا تعبت مع الراجل ده تعب مهول، فانا هبقى شخص غير محترم لو سمحت ان هو ياخد من فلوسها. بس يعني هو ده كان الوازع الوحيد. هل انا عملته ده صح ولا غلط؟ في ناس ممكن تقول لك يا نور انت غبي، انت ضيعت من نفسك 7% من بيعه كبيره. وارد، بس هو كل واحد بيتصرف على حسب الطبيعه بتاعته. يعني ما اقدرش اقول لحضرتك ان الكاش باك او الكيك باك ده غلط حبيبي ما تعملش كده، لان مفيش قانون اصلا بيقول الكلام ده. بس كبزنس اثكس لا. تعالى ناخد نفس الكيس دي لو معايا بقى موجوده فين؟ في دبي. دبي فيها كاش باك وفيها كيك باك، وبنحاول ان احنا نحاربه كلنا. بس في حاجه اسمها ميثاق شرف مهنه الوساطه العقاريه، وفي ماده في القانون بتقول ان ميثاق شرف مهنه الوساطه العقاريه هو جزء لا يتجزأ من القانون. يعني لو انا اشتكيت عليك عشان انت خلفت ميثاق الشرف ده هعرف اقاضيك. كويس. فكل ما هو قائم على تضارب المصالح هو ضد ميثاق الشرف ويخالف القانون. هي الفكره في فكره نفسه، يعني هي الفكره اختلفت دلوقتي. ظهرت ازاي الكاش باك؟ في جزء بيبقى اللي هو انا في ديبيت مع بهاء، وانا بحاول اكسب العميل وهو بيحاول يكسب العميل، ففي الحاله دي هو بيزود هدي لك ميزه هدي لي ميزه. ده جزء انا شايف انه ممكن ساعتها ما يكونش ده القصه. اديك القصه ان هو ايه، يبقى هو اوريدي في شركات ما بتشتغلش اصلا، لا بتصرف كامبين ولا اي حاجه، هي بتلعب على فكره ان انت مساء الخير اولا قبل اي حاجه انت ما تقولش بس الشركه انت معاك 3% قبل اي حاجه. عايز بقى اشتري فين؟ عايز تشتري فين؟ انا هقول لك الشركه دي ايه، ولو عاوز تحذفها بقى احذفها. لا ماشي. دي مش شركه، ده كشك عنده سريحه. صح. انا اسف، بيعروا كتفهم عشان يبيعوا. هو ده تعريفهم، ما تزيدش ولا تقل عن كده. العميل نفسه ما يرضاش على نفسه. يعني لو هو دكتور مثلا، يعني مستحيل يرجع لك مثلا جزء من الفيزيتا يقول لك خد يعني. فانت رخصت نفسك، انت عاوزني احترمك ازاي؟ وخلي بالك بقى ان مع الوقت هيبقى عندك كارثه ومصيبه، حتى لو انت صاحب شركه مش كشك. هو النهارده لما تبقى سعادتك انت بتاخد عموله 4% وتيجي تديني منها 2%، فانا رايح جايب لك ريفيرال، فمحمد يقول لك ايه، بص انا عرفت ان انتوا بتدوا ديسكاونت 2% عشان محمد شيك مش عاوز اقول لك كلمه كاش باك. فلما اعرف ان محمد هيقفل معاك حاجه اقول لك ايه، بقول لك ايه، فين ال 1% الريفيرال كوميشن بتاعي؟ ببجاحه، لان انا جايب لك الريفيرال. طيب يبقى انت اخدت كام؟ 1%. 1% ده هيكفيك انت ولا العمولات ولا الاداريين ولا مين؟ ودي في بيعه. طب تخيل بقى محمد راح جاب لك ريفيرال واحنا ايه عمالين بنلف. انت هتدي العمولات من جيبك، فانت بتفكر ازاي؟ فانت بتخرب السوق عليا وعلى غيري، فهتبقى ازمه. بس هل معلش انا اسف يا بقى، هل العميل، عشان برضه سؤال الناس دي بتساله، هل العميل دلوقتي هو مشارك في الجزء ده؟ يعني بدات ان هو العميل بدا بعد ما عرف الكاش باك فبقى هو اللي بقى يكلم 20 شركه ويلا بقى افتح العيب مش عليه، العيب عليك انت، لان انت اللي فتحت له الباب من الاول. العميل عاوز مصلحته، فهو الراجل شايف انه هياخد نسبه خصم اكتر لما ياخد من الكوميشن بتاعك. فهو انا لو مكانه هعمل كده، لان انت سمحت لي لده. فهو بقى عامل زي ايه، هو السلطان وبيدور على الحرم لك. الغلط على البروكر مش على العميل. لكن كميثاق شرف برضه عشان من يبقى برضه احنا مش بنأكد على معلومه غلط، ميثاق الشرف بيمنع ان احنا نعمل حاجه زي كده. الكاش باك الكيك باك غلط
تحت اي ظرف. مطور بقى النهارده، المطور المصري ده راجل عبقري، لانه بيشتغل مطور ومقاول وبنك. لو كونه بيديك قطعه سداد على 8 سنين و10 سنين من جيبه، يبقى هو شغال بنك. حلو، تحدي كبير قوي، تحدي كبير ومرعب. طيب المطور المصري عنده مرونة وخبرة في التعامل مع الأزمات، حلو. بيعرف يستوعبها ويرفع السعر ازاي ويقفل الانفنتوري امتى ويفتحه امتى وما إلى ذلك. المطور المصري بيلم فلوسه بعد فترة طويلة قوي. تعال نشوف خطة السداد اللي موجودة في الإمارات. 70-30، بمعنى انك تدفع مثلا مقدم 20% وتقسط 50% في خلال ال4 سنين او 3 سنين بتوع انشاء المشروع، ومع الاستلام تدفع 30% او 40-60، قسط 40، فانت بتلم فلوسك بعد 3 سنين 100 مع الاستلام 100%. وما يفهموش غير كده. بدأ يظهر الموديل بتاع حاجه اللي هو بيسموها البوست بيمنت هاند اوفر، وبيدوها مثلا سنتين. جه مطور اسمه سمانة، ده اللي قلبه جايبه، قال لك هنقسط على 8 سنين. ده العبقري بقى. بس يوم ما عملها، عمل بقى البيمنت بلان ازاي؟ فرونت لودد. فانت هتدفع 10% وبتدفع 4% مصروفات تسجيل في دائره اراضي الاملاك، دي لازم تتاخد كده كده. بعد كده هتدفع ايه؟ كل شهر 1% 1% 1% على الشهر السادس هوب 11%، 1% 1% 1% 11%. تفضل مكمل كده لحد ايه؟ لحد الاستلام. بعد الاستلام يقول لك القسط بتاعك بقى 0.5%. ايه يا ابني ده؟ ما اعرفش، مجمع معظمها انت لميت اصلا قبل الاستلام، فطبيعي انها تنزل كده. فمعظم اللعب هتلاقيه فرونت لودد. فالعميل المصري لو راح يشتري هناك يقول لهم ايه ده؟ انا عاوز الايكوال انستولمنتس. انا المطور المصري مدلعني وبيديني ايكوال انستولمنتس يا جماعه. وكمان بقعد اتفرد والتاني يقول له بقول لك انا مش هدفع كل كوارتر، انا هتلم لي بالكات كل 6 شهور، وادي شيكاتك اهي. فهنا تفرق. طيب و5% داون بيمنت و0% داون بيمنت، عندنا كل حاجه. عشان كده النهارده المطور المصري، انت بص، فكره تصدير العقار دي، الجمله دي اصلا جمله مبتذله جدا، لان انت ما بتاخدش عقار على كتفك وتطيره يعني، ولكن انت بدات تصدر مطورين لان دول سافروا. ده الجديد. فحضرتك النهارده ومسوقين كمان. بابا الشغلانه الحقيقي هشام طلعت مصطفى، ده المعلم، تمام. دكتور احمد شلبي السعوديه موجود هو كمان، تمام. طيب نجيب ساويرس كان في اقاويل بتقول انه رايح ابو ظبي في منطقه اسمها غنتوت مع كيو هولدنج، بس حتى الان الديل ما اتعملش فيه كونفirmation، تمام. فانت عمال تطلع مطورين بخبرات يطلعوا لبره. لا تحدثني عن تصدير العقار يا عزيزي ما لم يكن العقار متشطب. ونقطة ونقفل على كده الحتة دي، لأن أنت طول ما أنت عاوزني أنا أجي عشان أتعامل مع مقاول مصري ولا عمال، أنت بتهرج. أنا مال أنا فولي فينش، اديني فولي فينيشد برودكت عشان أعرف أنا أروح أكلم الراجل اللي بره ده أقول له تعالى اشتري عندنا. لكن ما تدينيش أصل خد الفيلا شيلانكور في الساحل. هات لي بقى. انت بتقول ايه؟ شطبوا لي ناس. انت بتقول ايه؟ وعلى فكره اللي بيشتري الكلام ده هيبقى يا بيعرف حد صاحبه في مصر عنده حاجه مع الديكور، او هو مناسب مصريين فمطمن على حاجته هناك، او اشترى في مصر قبل كده وفهم انه يتعامل ازاي وعارف انه هتنسب عليه في شويه بس هو مسامح يعني. لكن عاوزني انا النهارده اخد ملف زي ده وابتدي اصدر لك عقار، ادي لي فولي فينيشد برودكت، ادي لي فولي فينيشد انفرنشد. خليه مؤهل لطلباتهم يعني الناس بالظبط. الاجانب. ده لاحظتها فعلا في الكولز، يعني معظم فعلا الناس الدولي اول حاجه بيسألوا عليها الموضوع ده. وعلى فكره بتاع دبي بقى بيضربك كده، اشتري عندي عشان عندي فولي فينيشد وجاهز. لا ده فولي فينيشد بالهوم ابليانسز كمان. يعني النهارده بيديك المطبخ، في غساله، في ثلاجه، في ديش ووشر، في بوتاجاز. فدي العروسه بس بالظبط. فدي كلها فارينس لازم يحصل كده. قلت لك الاقتصاد الجديد، العلم الجديد، الاحداث السياسيه الجديده. بما ان الفولي فينش سؤال برضو كان برتب لنا اساله وهو جاي في وقته دلوقتي، شايف الاستثمار السياحي والفندقي في مصر فين الفتره الجايه؟ بما انك انت عايش في دبي وهو استثمار رقم 1 في دبي،
خطة مصر في 2030 والسياحة و30 مليون سائح. هصحح بس حاجة صغيرة. العقار الفندقي في دبي ليس هو الهيرو برودكت كما هو مذاع. العقار الهيرو برودكت في دبي والإمارات إجمالا هي الفيلات، التاون هاوسز، هي الأعلى ديماند والأعلى كابيتال أبريشيشن بشكل مرعب. في ناس اشترت فيلل في مشروع اسمه تلال الغاف ب3 مليون، النهارده ممكن تقنعها بيعها ب9 مليون، عشان العرض والطلب مختلف تماما، عليها طلب عالي قوي. مصر بقى تعالى نتكلم على الفندقي. موجود مصر الإقبال عليها في الفندقي هيبقى عالي جدا، لأن أنت هيأت البنية التحتية لده. عدد المطارات بقى كبير وينزلك في أكتر من ديستنيشن. أنت دولة مساحتها 1,000,000 كيلومتر مربع. الساحل الشمالي بتاعها تقريبا 750 كيلو من رفح للسلوم. لو اتكلمنا على الساحل الحقيقي بتاعنا تقريبا، لو الأرقام تسعفني، ممكن يكون 550 كيلو لو أنا الأرقام دي صحيحة يعني، بس عشان ممكن ذاكرتي ذاكرة السمكة يعني. فبناء عليه اعتباراتك مختلفة. هل عندك طلب؟ هيبقى عندك طلب. ويا سلام بقى لو فتحت مناطق حر، لو فتحت فري زونز البيزنس يجي هوست فيها، فطبيعي هيحتاج سكن. في ديماند ومنتج كويس، بس يتعمل بشكل منطقي. ما نمضيش مذكرات تفاهم ونتصور الصورة 40,000 دي، تمام. نمضي عقود حقيقية مع العلامات التجارية ونتأكد من الاشتراطات بتاعتهم احنا هنقدر نوفيها وتكون موجودة في العقد. وبلاش نوعد العميل بعوائد مستقبلية غير منطقية. اصل الوان بدروم في الحتة دي احنا هنأجرها لك في الليلة $700. طول ما انت ما معكش براند اداك الاستادي دي، المفروض انك ما تقدرش تقول كده. ما ينفعش. بالذات كمان لو انت في منطقة ما فيهاش اتراكشن. يعني وانت النهارده عاوز تبيع الفندقي، حط لي اتراكشن عشان الف حواليه. وهو ده وده يعني تاني ما نخترعش العجله. برج خليفه قوم حوالين الداون تاون، بعد كده قوم رايح يعمل الدبي فريم، وقبليهم كان عندك برج العرب، وبرج العرب كمان كان على البحر، فليه وضع خاص. بعد كده روح اعمل لي الميريكل جاردن اللي هي حديقه الفراشات وبتاع، فاعمل لي تكتل هناك حوالين الحته دي اللي ليها فيو. وبعد كده نبدا نتكلم بقى في موضوع العوائد. حلو. فده لكن انت متوقع ان الجزء الفندقي هيبقى ليه مستقبل حلو في الفتره لو تمت ادارته من ادارات شركات اداره محترمه. طيب خلينا نرجع لنقطة السيلز. وحضرتك كنت بتتكلم يا دكتور، قلت دلوقتي السيلز اللي في دبي عنده هيئة الأراضي والأملاك وعنده كذا ويب سايت، ومن مزايا أصلا دبي إن الأرقام بتاعتها واضحة. فالنهاردة نيجي بقى للسيلز اللي في مصر، لو هو عايز يذاكر وعايز يجمع داتا عشان يبقى سوبرمان زي ما حضرتك بتقول. حلو. إيه السورسز اللي ممكن يعتمد عليها؟ طيب أول حاجة هو لا يقدر يعمل حاجة بسيطة اسمها CMA Comparative Market Analysis، يطلع دراسة السوق المقارن. نفترض النهاردة احنا عاوزين نحصر أسعار العقارات اللي موجودة في التجمع كبير. خلينا ناخد منطقة معينة مثلا في التجمع، فليكن حوالين الجامعة الأمريكية. هتخش على بروبرتي فايندر، على دوبيزل، على بيوت، هتعمل الفلاتر بتاعتك وهتبص، وجنبيك اكسل شيت أو ورقة وقلم، معروض بكذا مساحته كذا، معروض بكذا مساحته كذا. خد المتوسطات بتاعت الأسعار، خد متوسطات سعر المتر، ديك طلعت الدراسة على جنب. عايز تنزل تتحقق منها، لأن ممكن اللي يكون حاط الأرقام دي غير صحيحة. هتنزل تعمل فارمنج على رجلك على قديمه، بس لحد ما يكون في داتابيز موجودة من الدولة، في مجهود محترم بذلوا عقار ماب قبل كده في إنه يديك الانديكيتورز دي. ده حقيقي. وما زالوا مستمرين فيه. دقته من عدمها وارد إن يحصل فيه ايرور فاكتور. JLL تقريبا بتطلع تقارير كل كوارتر، تابع التقارير بتاعت JLL هتلاقيها مجملة، فيها اقتصاد شوية محتاج انت تذاكره، انك هتلاقي YOY اللي هي اليير اون يير، هيجيب لك عدد الانفنتوري اللي موجود في الهوسبيتاليتي، في الريزيدنشال، في الكوميرشال. جزء الكوميرشال بيبقى مهم جدا برضه. فهتلاقي اللي عاوز يدور هيلاقي. طيب اسهل لك بقى كل ده، احنا بنقفل 2024 داخلين 2025. لو حضرتك ما بتفهمش بروبتك او مش عارف تتكلم مع الاي اي وتديله برومبت او تديله امر، يبقى انت بقيت جاهل. فانت عندك تشات جي بي تي وعندك جيميناي اللي هو الاي اي بتاع جوجل.
ده ليه استخدام وده ليه استخدام. بس لو انت سالت الاثنين النهارده متوسطات اسعار العقار في منطقه معينه، هو هيروح يعمل ريسيرش ده نيابه عنك ويرجع لك. وهنا استخدم جيميناي. ليه؟ عشان جيميناي جوجل بيست، فهيخش هو عن طريق البوتس بتاعت جوجل يجيب لك كل الفرطره اللي موجوده في بروبرتي فايندر. اوكي حلو قوي. جزء مهم جدا يعني كان لازم نروح له، لانه يعني حديث العالم دلوقتي كلها ال AI واستخداماته وناس كتير طبعا كده هو لسه مش كل الاندستريز بتستخدمه، خصوصا يعني الناس في العقارات بعيدة برضو شوية عن ال AI والتكنولوجي. ناس مش لا احنا بعيده حبه حلوين. يعني ناس مش مستوعبة اصلا في تولز ممكن زي ما حضرتك بتقول دلوقتي. فادينا كده بريف يعني في نقط ممكن ازاي استخدم ال AI في العقارات. طيب انت ممكن تستخدم الاي اي في العقارات. اول حاجه في الكواليتي كنترول في المواقع، تمام، ادي دي واحده. السيفتي في المواقع ادي 2. ناهيك عن كميه المعدلات الحسابيه والسيناريوز اللي ممكن تطلعها في دراسات الجدوى اوكي. والماركت ريسيرش. في تطبيق اسمه lordland.ai وده احد البرودكتس اللي احنا هنبدا نسوقها هنا، ليه علاقه بالبروبرتي مانجمنت وبيزد على تشات جي بي تي. فبيديك النهارده انت عندك ايا كان عدد العقارات اللي عندك بتحطها، تجديد العقود بيتعمل لك اوتوماتيك، عندك داشبورد الدخل بتاعك هو بيقول لك انت المفروض ترفع الايجار مقابل التكاليف اللي انت تدفعها بنسبه قد ايه، ويكتب لك الايميل ب4 اوبشنز او المسج عشان تبعتها للراجل التالنت اللي موجود عندك. وابلكيشنز اكتر من كده بكتير. عندك حاجه اسمها josh.ai وده برضو برودكت هيبقى ننزله السوق قريب، هناخد التوكيل بتاعه. هي حته دايره كده عامله زي الطفايه بتسيبها في وسط البيت وتكونكتها بالانترنت. ده بياخد اكتر من 25 طلب في نفس الاوردر. يعني بقول له افتح الستاير اللي في غرفه رقم 1 واقفل النور في غرفه رقم 2 وشغل لي التكييف وبعد كده شغل لي الغساله واعمل لي درجه الحراره لما اوصل الساعه 4 على 24. سمارت هوم جدا يعني. بس طيب السمارت هوم نفسه في عندك نوعين منه. في نوع بيبقى موجود في وقت الانفراستراكشر بتاعت البيت، وفي نوع بعد ما انت مش عايز تكسر، ده برضه سوليوشن تاني موجود. جميل. وعلى سكيل السيلز بقى، على سكيل السيلز تقدر النهارده زي ما قلت لك جيميناي يعني وشات جي بي تي. يعني ده يعني انجاز التعبير، ده دول مراتي التانية. صح، دراعك اليمين في ما الشغل. لا العلاقه بقت ان انا بفتح التاب بتاعت الكروم هم شغالين اوتوماتيك زي الواتساب. بالظبط كده. يعني ما ينفعش، لان طول الوقت انا كنت ببذل وقت ومجهود كبير جدا عشان اطلع ارقام او دراسات معينه، بس بنمي مهارتي دلوقتي في ازاي اعرف اتكلم معاه، لانك لو سالته السؤال الصح هيجيب لك الاجابه الصح. حته مهمه جدا. صح. لو في ناس مش بتوصل للاجابه الصح عشان في مشكله في السؤال اصلا. انت بتسال السؤال غلط. مساء الخير جي بي تي. ايوه فلازم اول حاجه انت تعرف هو الاي اي ده بيشتغل ازاي او بيفكر ازاي. فالاي اي مبدئيا مش جديد، الاي اي ده موجود من ايام النوكيا 3310 كنا بنضربه برجلنا يشحن. ده ليه؟ الاوتو كوريكت. ما هو الاوتو كوريكت ده اي يا جماعه. تمام. لما بتيجي انت النهارده تديني برومبت على نفترض لو انت بتستعمل اندرويد، فانت بتسجل بصوتك الاوردر وهو يكتبه. ده نوع من انواع الاي اي. فنفس القصه. فانا عاوز تقارير، ادي دي اول نقطه. عاوز اعرف معلومات معينه عن مناطق معينه. عايز احضر دراسه معينه، فهقول له الانبوتس بتاعتك اهي، خرج لي انت الاوتبوتس. قول لي كل حاجه انت ممكن تتخيلها. طيب انا معايا النهارده العميل قاعد مش عاوز انزله الموقع، ما تفتح جوجل ايرث وانت قاعد مع العميل. مشكلتك النهارده ان انت كسيلز ما بتحضرش للميتنج، ما بتعرفش تلعب شطرنج. السيلز هي لعبه شطرنج. لو انت جاهز هتعرف تتوقع ايه اللي هيحصل في الميتنج. لكن لا انا احضر ليه؟ ده هو في زبون جاي النهارده، انا هتاخر اصلا عليه، وبعدين هو اللي عاوزني مش انا اللي عاوزه. تفهمش جايبين التلاكه دي منين؟ وهنقعد وخلاص. ايوه طب يا ابني، طب انت حضرت للميتنج؟ طيب هو انت عندك انت شايف ان البرودكت نوليدج بتاعتك كافيه؟ طب شفت اللاي اوت يعني؟ وبعدين ده طبيعه العميل نفسها من الجوب تايتل بتختلف. يعني تخيلت مثلا قاعد مع مهندس وانت مش مذاكر اللاي اوت، اخطر كلمه تقولها وانت بتبيع تقول له كلمه تقريبا. انا تقريبا دي تقفلني من اي حد اصلا. هو يا عارف يا مش عارف، لكن بلاش تقريبا بالذات في البيع.
واحنا بنتكلم في اي مجال عام وارد انك يحصل عندك loss of knowledge. زي ما كنت من شويه بقول لك، هو لو ذاكرتي تسعفني من المساحه من رفح للسلوم قد كذا، بس لو احنا قاعدين مع بعض هبيع لك حاجه هقول لك هي الفيلا مساحتها مثلا البيلت اب اريا 205 والارض 265، هي فيلا 4 غرف او 3 غرف او غرفتين بريسايس، هي تقريبا سعرها مليون. لا عم، ما هو لو السعر تقريبا اصلا دي مصيبه سودة. طب انت بتكلوز ازاي؟ لان انت في عندك بياع شاطر في الاوبننج، وبياع ادفانسد شاطر في الميتنج، وبعد كده واحد بتاع كلوزنج ده مش موجود. ده احنا بننبش عنه. مشكله المشاكل. ده اللي هو نفسنا نلاقيه موجود. أسوأ حاجه تخليك ما تعرفش تعمل كلوزنج انك تستخدم الاف وورد. لا مش الاف وورد دي، فولو اب. الو انا بكلم حضرتك بس اعمل معاك فولو اب. انا بتابعك. طب انت مراقبني يا ابني. فطبيعي هيقول لك ايه؟ بفكر او بديله اجابات هو يقول لا، يعني لا فمساء الخير. اي حاجه تانية غير بعمل معاك فولو اب. مساء الخير، انا كنت براجع الهوت كلاينت ليست بتاعتي وحضرتك كنت عليها، والمفروض ان احنا كان عندنا ميعاد معين عشان نعمل الكلوجر بتاعنا واخد من حضرتك الشيكات. امتى مناسب ليك اعدي عليك؟ انت واخد بالك انا هنا انا بحطك في سايكولوجيكال ستيت اللي هو يا نهار اسود ده داخل عليا. ما بيننا بزنس. مهاره مهمه جدا. في there are people who take meetings and people who set meetings. في ناس بتاخد الميعاد وفي ناس بتحط الميعاد. فناجي النهارده نتفق مع بعض احنا هنتقابل، فاقول لك طيب خلاص ايه رايك ان احنا لا انا مش هسالك، ايه رايك نتقابل بكره الساعه 3 في المكتب عندي؟ خلاص انت عديت معاك. فانت هتغير ايه؟ يا هتغير يا تغير بكره، يتغير الساعه 3، يتغير انت هتغير حاجه واحده بس احنا هنتقابل كده ثبت المقابله صح، عشان هي اصلا كده المقابله 50-50 اذا كان هيجي ولا مش هيجي. فما تديلوش بقى مساحات تانية. احيانا قول له هعدي عليك. انا مره قلت لحد هنا هعدي عليك دي ايه، انا اروح للعميل فيها وانا بقول لك حاجه عيب. عدي عليا العميل، روح له. ايه اللي هيحصل يعني؟ انا هعدي على حضرتك اخدك عشان نروح نشوف السايت وبعد كده نطلع على الديفلوبر. يا اخي ده انت قفشته خلاص بقى في ايدك، انت قاعد تحت البيت بتديله كلاكس عشان ينزل فانت ضمنت. بتحطه جوه المقابله فعلا. دي تكنيكس وتالنتس برضو ما بقتش اشوفها. ومش عاوزين نظلم الجنريشن بتاعت السيلز اللي موجوده النهارده لان هم للاسف ملوش حد يعلم. طيب خلينا دلوقتي نروح لجزء مهم جدا. يعني احنا شخصيا اصلا في الفتره اللي فاتت كنا بنطلع معارض كبيره كتير بره مصر، فطبعا جزء كبير منها مش مصريين، فلما بيشتري مننا هناك او حتى بينزل هنا مصر طبعا بينفست بالدولار. فكان التشالنج كالاتي: كل العملاء معترضين في حته، بيقول لك انا لو هانفست بالدولار في مصر فبيحصل حاجه من الاثنين، يا اما لو احسبها بقى بالدولار فبيلاقي نفسه الموضوع ثابت ما كسبش ولا خسر، يا اما بيخسر، هو مش شايف او مش مقتنع ان هو بيكسب بالدولار. عايزين نرد على الحته دي، رايك انت يا دكتور؟ بيكسب ولا بيخسر ولا ثابت ولا ايه؟ طيب هو المشكله كلها ان هو هيتعامل معاك من مبدا قلنا وقالوا. فانت حل القصه دي ان انت تقوم ماسك ورقه وقلم وطالع كالكليتور جنبك. تعالوا نفترض ان المتر كان من سنتين مثلا ب 35,000. 35,000 من سنتين 1570 كان الدولار ب 15.70. يبقى تقريبا لما تقسم ال 35 على 15 2200 يطلع لك تقريبا. 2000 وكسور، 2200. حلو. طيب تعالى النهارده بقى نشوف نفس سعر المتر في نفس هذا المشروع، ودي حاله كيس حيه موجوده، هتلاقيه 280,000. جميل. نقسم بقى على 48 لو سعر البنك 5000 وكسور. 5800 وكسور. يعني ده معناه ان تحرك فيه ابريشيشن ما يقارب اعلى من 100% خلال سنتين. في خلال سنتين. دولار. ده لطبيعه ايه؟ ده لطبيعه المطور وموقع المشروع وانشاءات المطور، خليته يوصل لمرحله من الجراءه ان هو يبيع بالاسعار دي والناس بتشتري. فتبقى هي دي دايما طول الوقت المعادله اللي انت بتشوفها. عشان ده بنقوله دايما يا جماعه، مش كل الشركات تطلع معارض بره مصر. احسب الاول، شوف انت هتقدر تعمل ابريشيشن قد ايه، والابريشيشن ده هيقدر يوقف قصاد الدولار ولا لا.
عشان لو انت ما عندكش الحل ده لو سمحت ما تطلعش المعرض، او تطلع المعرض تبيع للمصريين المقيمين اللي خارج بس، وهيشتري معاك وهو مضطر لان هو عارف ان هو كده كده لازم يرجع مصر فهيشتري معاك. لكن انا كواحد عربي او كاجنبي لا، انا ليه احط فلوس واخسر يعني؟ دي احط دولار بالظبط. طيب عشان انا والله انا بص مش عايز الحلقه تخلص يعني من كتر الاسئله اللي بتتعمل، مش عايز الحلقه تخلص. ده من ذوقك بس يا حبيبي. لا والله الحقيقة مش عايز الحلقه تخلص فعلا. بس لو جينا دلوقتي عايزين ناخد 3 نصايح للعملاء وللسيلز. بنسمع كتير كل السيلز في السوق انا عندي احسن منتج، انا عندي احسن انا احسن منتج واحسن موقع واميز مشروع. بس مش كتير لا عملاء ولا السيلز او نسبه. على فكره ما عنديش مشكله ان انت تقول اميز لو هو فعلا متميز، لو فعلا يستحق يستحق اللقب، لكن ما نبقاش انت في اول الداون تاون وهنا في اخر الداون تاون واحنا يعني تقول لي اصلا اميز وهو اصلا جيران جنب بعض. هي الفكره هي ايه المواصفات اللي انا هقول عليها اميز. فلو انا بشتري مكتب اداري في العاصمه الاداريه ازاي؟ طبعا اداري مرتبط، انا عندي شركات مالتي ناشونال. طب هو انا عملت ايه كمنتج عشان ابقى مالتي ناشونال؟ ده اول حاجه. بشتري تجاري عشان يكون عندي براند. انا محتاج ايه عشان يكون عندي براند؟ الفندق ببيع ايه اصلا؟ لان برضه بيحصل لبس كبير ما بين فكره انا ببيع منتج فندقي ولا منتج سيرفيس ابارتمنت او صح. خدمه فندقيه. فالعميل نفسه ده برضه عشان وبرضه ممكن نقول في الحته دي برضه ساعتها ان العميل ما عندوش نوليدج. بص انت 90% من الحاجات دي انت بتبيع على جهل العميل، انت بتعتمد على جهل العميل فبتقول له اي حاجه وهو بيشتري يصدق. فعايزين لكل نقطه الاداري خلينا ناخد جزء. ناخد الاداري ازاي اعرف ان ده في مالتي ناشونال؟ اول حاجه حضرتك بص عليها عدد المصاعد مقابل عدد الوحدات. انا بقول لك بديهه البديهيات. ليه؟ نفترض النهارده انت عندك المبنى ده 20 طابق، حلو، وفي الطابق الواحد فيه 10 مكاتب، يبقى انا كده عندي كم مكتب؟ 20 في 10 200 مكتب. 200 مكتب دي معناها ان على الاقل في 200 موظف هيطلعوا. انا حسبت ان كل مكتب موظف واحد. تمام، 200 موظف. طب نيجي نتكلم على الكيس الطبيعيه ان كل مكتب على الاقل فيه 3 موظفين بالظبط، في ادمن وصاحب الشركه وحد بيشتغل معاه، حد بيعمل شاي صح، اي حاجه يعني. طيب يبقى 3 في 200 ب 600. 600 دول هيجوا الصبح مع بعض وينزلوا مع بعض ب2 اسانسير. ده منطق. فدي ايه؟ دي اول حاجه تبص عليها. الحاجه الثانيه رجاء اتاكد ان المكتب ده مساحته تشغيليه. يعني ما تجيش تقول لي اصلا مكتب 30 متر او 20 مكتب 20 متر والتحميل 30%. ده كده مكتب، ده كشك، ما ينفعش. على قد الترابيزه فعلا. طيب مساحه الكوريدورز شكلها عامله ازاي؟ فاسيلتيز اللي في المبنى نفسه. هو مين شركه الاداره؟ سؤال مهم جدا. عشان شركه الاداره دي هي المفروض اللي هتحط الجايد لاين اللي المبنى ده هيتحرك عليه، وهي اللي هتحط الجايد لاين. بعد كده شركه الفاسيلتي مانجر هتبدا تتحرك. نفس القصه تعالوا نشوفها بقى في التجاري. ولكن التجاري لازم تبدا تبص على المساحات بتاعه حضرتك مقابل النشاط. التننت ميكس شكله عامل ازاي؟ والله ده هنا حضرتك مش شايف المنطقه اللي فيها الاف ام بي. طب هو ايه احتياجات الاف ام بي؟ المطاعم مثلا الراجل ده محتاج مطبخ، وبعد المطبخ محتاج باب او محتاج شباك مناوله، مساحه خدميه، ومن الشباك المناوله ده بعديه هيبقى عنده الكاونتر بتاع البار والكاشير، وبعد كده مساحه الاوت دور. تيجي انت بقى كعبقري تقول لي بص انا عندي محل تجاري في اميز موقع باحسن اطلاله 25 متر. نعم، طيب خد بقى اللي بعدها. والتحميل عندنا على فكره من احسن، احنا التحميل عندنا 25% بس. نهارك يا اسود. دوبك مكان الكاشير بس. طب يعني الطرق اصلا ضيقه والسقف يعني انا لو قررت اقلبه محل ملابس انا هحط ريل واحد وهنمشي بالعرض، مفيش بروف. مهم قوي انك تشوف المساحه تشغيليه ولا لا وفقا اكيد طبعا. تصنيف المول وحجمه، اكيد تصنيف المول، حجمه، موقعه، هو مين المطور اصلا، فده مهم. وبعدين حاجه تانية، العقود بتاعه التملك مقابل الايجار. بمعنى
حضرتك اشتريت محل وهتأجره وقدرت ان انت ربنا وفقك وجبت ارماني اكسشينج، انا جارك او قدامك الناحيه الثانيه في منطقه الاف ام بي، هو هنا الفاشن وهنا هنفترض اف ام بي، وقمت فاتح حماده للكشري، حماده كشري وفطاير، هذا ينفع؟ انا مع كامل احترامي للكشري بس مكانه ما ينفعش يبقى قدام ارماني اكسشينج، ما ينفعش. وبعدين انا ما اعرفش انت هتشغل ده ازاي. هو بيجي السؤال هنا بقى، فكره ان في عميل يقول لك انا عايز انا عايز محل 50 60 100 متر واشغله انا، هل ده ينطبق على المول كبير؟ اولا معظم المولات الكبيره هتلاقيها ما بتبيعش اصلا الكوميرشال بتاعها، دي اول نقطه. النقطه الثانيه، لو باع لازم بيحط اشتراطات قاسيه جدا على التشغيل والايجار، وده عشان يضمن استثمار سعادتك اللي انت اشتريت فيه. لان انت ممكن نفترض النهارده احنا في سوق بيؤمن بالاعتاب، فانا اجرت محل نشاط فشل، اجرت اللي بعده لا ادم وحش، راح المحل ده انتهى. طيب ايه الفرق بين الشقه الفندقيه وما بين السيرفيس ابارتمنتس؟ الشقه الفندقيه هي الشقه بيديرها اداره فندقيه، بيديرها فندق، ومن المفترض ان حضرتك كمان ما بتقيمش فيها لان ده فندق. حضرتك حابب تخش تبقى مقيم، هتقيم في اي غرفه عن طريق انك دفعت الفيس بتاعتها وحضرتك بتاخد العائد بتاعك. ده غرفه فندقيه في فندق. الشقق الفندقيه او السيرفيس ابارتمنتس بياخد خدمه فندقيه، حضرتك خدمه فندقيه بمعنى ان احنا هنبعت لك هاوس كيبنج كل يومين بالظبط. حضرتك عندنا كونسياج، حضرتك عندنا لوندري سيرفيس موجوده تحت اداره بتقدم السيرفيس دي، لكن ده مش فندق، فده منتج وده منتج تاني. فلازم تشوف او تطلع او يكون عندك درايه او معرفه بالعقد اللي معمول مع الاداره الفندقيه دي. نفترض النهارده رحت جبت اي براند من البراندز بتوع اكور او اي اتش جي، هو انت ماضي معايا؟ صحيح بالظبط. دي حاجه. لو بتشتري عقار براندد، ودي حاجه احنا شفناها كتير قوي في دبي، مهم قوي انك تتاكد هو الديل اللي ما بين المطور والبراند شكلها عامل ازاي. هل 10 سنين وتجدد، يعني ممكن كمان 10 سنين العلامه التجاريه تتشال، المبنى ده ملوش اب، ولا العلامه التجاريه دي موجوده داخل المبنى اصلا فبناء عليها هيفضل طول عمر المبنى ده بالعلامه التجاريه دي. حلو. ويطول الشرح ولكن ده في عجاله يعني. جميل جدا. طيب خلاص خلينا بقى نختم بحاجه كده لذيذه. يعني انا عارف ان انت مواقفك كتير قوي مع الكولز بتاعت السيلز، حبايب قلبي دول، حبايب قلبي بحبهم والله. وعندك وربنا يكرمنا ان شاء الله باذن الله، ونلاقي حد بيجي الانترفيوز وبعد كده يتعين ونحل الازمه السوداء دي. يعني احنا شخصيا كل يوم بيجي لنا كولز وفي مواقف بتبقى مضحكه يعني. فاحنا بنتكلم كده سريعا، اتكلمتنا انت من شويه عن الكول بتاعت الاورينتيشن، وفي كول تانية انت ما لحقتش تقولها وسميتها كول السيلز الشبح. فعايزك تحكي لنا بقى حديث الشبح بدأ معايا ان هو بيتكلم اصلا من رقم اسمه جهه سياديه على ترو كولر اصلا. فهو لو جهه سياديه اصلا بتتصل يا جماعه عرفوا ان بيبقى الرقم انون اساسا يعني، فبلاش الحركه اللي ملهاش اي لازمه دي. انت بتقلقني اصلا. رد عليا. وفي ناس بتكتب اللي هو مش مهم تعرف اسمي او حاجه ده لطافه يعني. فالمهم فانا رديت، فلقيت بدايه المكالمه ايوه صاحبي. نعم. فقلت له فندم حضرتك الرقم غلط. قال لي لا مش انتوا شركه اتش ار اي؟ فقلت له احنا، وانت مش عارف تقراها ولا بتستهجاها بس عشان ابقى فاهم. فالمهم فقلت له احنا شركه اتش ار اي. فانا تخيلت ممكن في حاجه غلط، يعني ممكن يكون عميل من الاقاليم، وارد جدا عادي. قال لي احنا عاوزين بقى نيجي عشان نكسر الدنيا، وعاوزين كده ايه عاوزين نورينت التيم عندك على اللونش الجديد اللي احنا عاملينه. انت لو جيت قلت لي احنا عندنا اطلاق لمشروع جديد وحابب اجي اشرحه للفريق عندك او للتيم بتاعك، اكرم 1000 مرة من اللي انت قلته ده. فانا قفلت في وشه. حاجه زي فرانكو كده. انا قفلت في وشه بس ما قدرتش اعمل حاجه تانية. مش تناكة بس، لان الموضوع اولا
انت البروسبكتنج بتاعك غلط، انت مكلم الشخص الغلط. رقم 2 اسلوبك غلط وفج ومش صح انك تتكلم كده، ولو حد فهمك ان ده ايس بريكنج فده مش ايس بريكنج تماما. الحاجه الثالثه ان المكالمه دي هتضيع وقتي وقتك. انت لازم تبيع لنفسك الاول انت كسيلز، عشان لما يجي عندك الشركه تبقى انت مستنيه وفعلا مهتم انت تسمعه. لان احنا فعلا يعني برضو في بعض اللي بيحصل العكس بقى، ان ايه المعاناه اللي بيحصل من الديفلوبر في البروكر، ان هو يروح ولا الناس قاعده عامله كده عشان زي الاورينتيشنز التقليديه عاديه. ما هي دي مشكله الاندايركت سيلز مانجر، ان هو يا جماعه عايز تشرح لي مشروع او عايز تبقى اون ستيج، لازم تديني حاجه اسمها الاديوتينمنت اكسبيرينس، educational entertainment. ما هو انت جاي تشرح لي مشروع بتعلمني، خليه بطريقه مختلفه، مش كل مره تقعد بقى ترص لي نفس الرصه اللي هو مش انتوا على فكره هو بس في الارض اللي جنبكم جم شرحوا امبارح نفس الحاجات فشكرا. خبرات القائمين على الشركه المتراكمه عمرها 100 سنه، دول فامبايرز مش مطورين. وبنبني في المالديف شركاء بين الكويت والامارات والبحرين. فده كده المجلس العام الخليجي هو اللي داخل بيدير الشركه. احنا انبسطنا جدا بوجودك النهارده معانا. انا اتشرفت اني موجود معاك، وان شاء الله دي ما تبقاش اخر مره نقعد مع بعض. يا رب بس ما تحذفش كتير منها بس. لا ان شاء الله. انا ما حسيتش بالوقت في الحلقه فعلا حرفيا، ومنتظر ان شاء الله الفتره الجايه نعمل تعاون تاني ونحاول ان احنا نفيد الناس اكتر، وده اللي كان الهدف بتاعنا. محتاجين برضو تنقل لنا اول باول وتكون دايما على تواصل معانا بايه اللي بيحصل بره، عشان ننقل للناس عندنا ازاي لازم يبقى عارف كل المعلومات العامه عن السوق بتاعه والسوق اللي بره، عشان يقدر يتعامل مع العملاء اللي بيكلموا سواء اللي قاعده بره. ان احنا اظن ان احنا اغلب العملاء اللي موجوده في مصر هي اوفرسيز وموجوده بره مصر، فلازم يبقى عارف. زي ما بعمل سيرفي جوه الجاليات المصريه كبيره برضه. الجاليات المصريه سيرفي جوه السوق بتاعي، لازم اعمل سيرفي على بره السوق اللي بره. ولو في اي حد حابب حتى يعني انا هبقى دايما بعمل بودكاست او موجود في حاجه، انا بتابع الكومنتس اللي موجوده على الفيديو نفسه، فلو في اي حد عنده اي سؤال يقدر ان هو يساله في الكومنتس اللي بتبقى موجوده، وانا هبقى متواجد ارد عليه لحين ان شاء الله باذن الله نجمع الاسئله دي، وبعد كده نعمل لها اديشن تاني لايف ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله. شرفتنا ونورتنا ومبسوطين بيك ومبسوطين ان احنا اخيرا اتقابلنا. الحمد لله. بشكرك على وقتك، يعني انا عارف ان انت اصلا نازل اسبوع مضغوط جدا، فكون ان انت تدينا جزء من وقتك ده يعني شرف كتير والله. العفو الغاليين يستاهلوا الخير كله يا رب. ربنا يخليك. احنا وصلنا لاخر حلقتنا كالعاده، يعني الوقت الحلو بيعدي بسرعه. ما تنسوش تعملوا لنا فولو على كل التشانلز بتاعتنا على السوشيال ميديا وعلى قناه اليوتيوب، وزي ما قال دكتور نور لو في اي اسئله اكتبوها في كومنتس وبعد كده في اللايف هنجاوب عليها. النهارده كان معانا نسر العقارات دكتور نور السروجي.